السيدات والسادة متتبعي برنامج إشراقات، صباح الخير. إشراقة جديدة من إشراقات الأدب، يتعلق الأمر بالدكتور عبد الرزاق المصباحي. سي عبد الرزاق، صباح الخير، مرحبا بك في البرنامج. صباح الخير الصديق العزيز سي شكيب عبد الرحمن، وسعادتي اليوم مضاعفة بهذا اللقاء لسببين. الأول هو أني أعتبر أن اللقاءات التي احتفت بكتبي في آسفي هي فأل خير. جميع الكتب التي صدرت لي لحد الآن، منذ كتاب النقد الثقافي من النسق الثقافي إلى الرؤية الثقافية في 2014، مرورا بكتاب الأنساق السردية المخاتلة في سنة 2017، وانتهاء بكتابي الحالي النقد الثقافي قراءة في المرجعية النظرية المؤسسة. جميعها كانت بآسفي، وكان القاسم المشترك بينها جميعا هو أنت، لأنك كنت من مهندسي هذا اللقاء. السبب الثاني الذي يدعوني إلى السعادة هو أن هذا اللقاء الإعلامي الآن هو من آسفي، من حاضرة المحيط، ومن منبر إعلامي طبع ذاكرتي الخاصة، لأني منذ بداية الجامعية كنت أتتبع الأخبار المحلية عن طريق أسفي اليوم أو صفي توداي، وعن طريق موقعها، وأنا سعيد من أجلهم الآن، لأنهم الآن فتحوا على الأنساق السمعية البصرية، واحتفوا أيضا بالثقافة الرصينة وخصصوا لها حيزا مهما في برنامجهم. الاحتفاء بالثقافة الآن لم يعد يغري الكثيرين، ولكن أن يخصص له برنامج فهذا يدعو إلى السعادة المضاعفة. شكرا ومرحبا سي عبد الرزاق. الدكتور عبد الرزاق المصباحي من مواليد مدينة أسفي، حصل على شهادة البكالوريا ثم الإجازة في اللغة العربية بنفس المدينة، كما حصل على ماجستير متخصص في المناهج الأدبية واللغوية من المدرسة العليا للأساتذة بمدينة مكناس جامعة مولاي إسماعيل، كما حصل أيضا على دكتوراه من كلية الأدب والعلوم الإنسانية بكونيترا جامعة بن طفيل سنة 2019. في سنة 2014 حصل على شهادة التبريز. في إطار تجاربه المهنية اشتغل الأستاذ عبد الرزاق المصباحي أستاذا بالسلكين الإعدادي والتأهيلي، كما أنه شغل أستاذ مكون في اللغة العربية بمركز شهادة التقني العالي بتأسيس بمدينة آسفي. منذ موسم 2015-2016 اشتغل أيضا أستاذا باحثا لمادة اللغة العربية بالمركز الجهوي لمهنية التربية والتكوين مراكش آسفي فرع الصويرة. من أعماله الأنساق السردية المخاتلة، شعرية السرد وتدوين الكتابة، مركزية الهامش 2017. النقد الثقافي من النسق الثقافي إلى الرؤية الثقافية 2014. النقد الثقافي قراءة في المرجعيات النظرية المؤسسة 2022. أما في البيداغوجيا فله مجموعة من الأعمال أيضا: الثقافة الأيقونية بين الدعامات الورقية والرقمية، تصور للمغايرة والبدائل، التعلم الرقمي وأسئلة الألفية الثالثة 2020، الدافعية داخلية المنشأ وأسئلة الألفية الثالثة 2019. كما يشكل الأستاذ عبد الرزاق المصباحي منسقا لدى فريق البحث والمناهج والطرائق والتكنولوجيا التربوية المتجددة، محكم الندوة الوطنية مهارة الألفية الثالثة في مناهج التكوين والتدريس بالسلك الابتدائي جسور نحو التجديد والتجريب، محكم في مجموعة من الجوائز بالمغرب وخارج البلاد، وفي عدد كبير أيضا من الملتقيات واللقاءات. حواراته كثيرة ومتعددة في الجرائد الوطنية والعربية والمجلات كذلك وبالقنوات التلفزيونية. سي عبد الرزاق، سنسعد بهذا اللقاء من خلال تسليط الضوء على مشروعك الثقافي والنقدي. نبدأ بالسؤال الأول. أصدرت كتابين يحملان العنوان نفسه: النقد الثقافي من النسق الثقافي إلى الرؤية الثقافية 2014،
والنقد الثقافي قراءة في المرجعيات النظرية المؤسسة. هل نفهم من هذا أن الأمر يتعلق بمشروع نقدي؟ وإذا كان الأمر كذلك فكيف بنيت هذا المشروع؟ شكرا جزيلا العزيز الشيشكيب. أولا أنا أعتبر بأن الباحث عموما ينبغي أن يكون لديه مشروع نقدي يشتغل عليه. المشروع هو الذي يعطي هوية للباحث ويسمه ويميزه عن الباحثين الذين يشتغلون في مجال آخر. أكيد. بالفعل أنا أعتبر النقد الثقافي مشروعا حياتيا وليس أكاديميا فقط، لأن هذا المشروع طبع حياتي المهنية وكذلك الأكاديمية. بحثي للإجازة كان حول النقد الثقافي، وكان بعنوان النقد الثقافي بحث في النماذج الإرشادية والنسق المفهومي. بحثي لشهادة الماستر أيضا كان حول النقد الثقافي، حول النقد الثقافي أيضا، ولكن بالاشتغال على الجوانب الديداكتيكية، وأشرف عليه الكبير الراحل الدكتور بن عيسى بوحملة. شهادتي للدكتوراه أيضا كانت حول النقد الثقافي، وكان عنوانه النقد الثقافي للرواية العربية المعاصرة، مداخل نقدية جديدة، بإشراف أستاذي العزيز الذي أوجه له تحية الدكتور حسن الشقر بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة. إذا بالنسبة إلي النقد الثقافي مشروع حياتي اشتغلت عليه، وأيضا كتبي التي أصدرتها هي جميعا في النقد الثقافي. الكتاب الأول هو كتاب النقد الثقافي من النسق الثقافي إلى الرؤية الثقافية. هذا الكتاب كنت قد خصصته لمحاولة الفهم فقط، بمعنى غايتي لم تكن عموما تميل إلى التجديد المطلق، ولكن في البداية كان علي أن أفهم مشروع النقد الثقافي، واتجهت إلى مشروع بارز طبعا المدونة النقدية العربية، هو مشروع الناقد السعودي عبد الله الغدامي. فقرأت في هذا الكتاب أهم كتبه التي حاولت تجديد الإبدال النقدي العربي، خاصة كتابه المؤسس في النقد الثقافي، النقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافية العربية، وأيضا كتابه الثقافة التلفزيونية، وكتابه الفقيه الفضائي، وأيضا كتابه اليد واللسان. أيضا توقفت في هذا الكتاب على المفاهيم التي اشتغل بها وعلى ذاكرة المصطلح التي اشتغل بها، ولكن أثناء تلك القراءة تبين لي بأن بعض الأمور تحتاج إلى إعادة النظر، وأهمها مفهوم النسق الثقافي. لأن النسق الثقافي الغدامي يقول بأنه دائما هناك أنساق معيبة مضمرة تتدثر في الخطاب وتسكنه، والمؤلف لا يتحمل مسؤولية هذه العيوب النسقية، وإنما من يتحملها هي الثقافة نفسها. ولذلك هو يطرح مفهوما آخر يسميه المؤلف المزدوج، فيكون المؤلف الظاهر، نفترض شكيب عبد الرحمن في رحلته مثلا، أو حسن الرموتي في رحلته، أو محمد برادة في إحدى روايته، وهكذا. هذا المؤلف بالنسبة إليه هو مؤلف ظاهر، ولكن يعتبر بأن المؤلف الحقيقي هو الثقافة. لذلك يطرح هذا المفهوم، مفهوم المؤلف المزدوج. بالتالي غير منطقي أن تقول بأنه في كل الحالات هذه العيوب تتسرب بطريقة لا واعية عن طريق الثقافة، وتعفي المبدع والمفكر والناقد من مسؤوليته في تحمل تبعات بعض أنساق الناس، وأنساق الإلغاء، وأنساق صناعة نسخ شائهة منا. فافترضت بأن هناك حالة ثانية يعي فيها المبدع ويعي فيها الكاتب الأنساق المعيبة وينشرها عن وعي، فسميتها بالوعي بالنسق. وافترضت بأن هناك حالات، وأثناء استقراء العديد من الروايات والأعمال الإبداعية توجد فيها حالة تسامي على النسق، بمعنى هناك عيوب يعيها الكاتب موجودة في المجتمع، موجودة في النفس البشرية، موجودة في سلوك الأفراد وفي سلوك الجماعات، ويحاول تغييرها. هذا التغيير سميته التسامي على الأنساق. حينما جمعت هذه الأبعاد الثلاثة التي لا تلغي مفهوم النسق الثقافي، فأصبح عندنا البعد الأول هو النسق الثقافي المضمر، بمعنى أنه بالفعل هناك حالات يتم فيها وجود أنساق مضمرة معيبة تتدثر في الخطاب دون أن يعيها الكاتب. وهناك حال ثانية هي الوعي بالأنساق،
أو نشرها بطريقة قصدية وطريقة واعية. والحالة الثالثة هي أن يكون هناك تسامي على الانساق ومحاولة بناء الفضاءات الثقافية التي تقبل الغيرية وتتأسس على الاختلاف وتتأسس على المابينية وتتقبل الآخر وتتأسس على الحوارية المنتجة. فسميت هذه الأبعاد الثلاثة بالرؤية الثقافية. منذ تلك اللحظة نشأ لدي هذا المشروع الذي أتحدث عنه الآن. حينما قلت من النسق الثقافي إلى الرؤية الثقافية، أصبح عندي مشروع أن أتحول وأوسع مشروع النقد الثقافي عند الغدامي، ولا أجعله محصورا فقط في كشف الأنساق المضمرة، وأحلل الأبعاد الثلاثة. ولكن في ذلك الكتاب الأول لم أحدد الإطار النظري. أنا عرفت مفهوم الرؤية الثقافية واشتغلت إجرائيا مفهوم البليغ الثقافي الذي يستثمر مفهوم التشبيه، وهي فكرة استلهمتها من الراحل الكبير جابر عصفور حينما يقول بأن في علاقة المشبه والمشبه به لا يعني بأن المشبه والمشبه به متشابهان وإنما مختلفان. وحتى تلك الكاف أو كأن التي تغيب في حال التشبيه مثلا البليغ فإنها موجودة دائما وتبرز بأنه لا يمكن أن يحدث ذلك التطابق بين المشبه والمشبه به. ولكن لم أسس له نظريا، لم أعد إلى المرجعيات النظرية المؤسسة. أنا أقول بأن الرؤية الثقافية مفهوم لا يلغي الجمالي، وبأن الجانب الجمالي جزء مما يصنع اختلافية الخطاب ويميزه. مثلا خطاب الشعر يختلف عن خطاب النثر والنصوص الروائية والسردية والقصصية وغير ذلك. هذه الخلافية، هذا الجانب الاختلافي تصنعه أو يصنعه المكون الجمالي الذي يؤطر فيه الغدامي النقد الثقافي من خارج هذه المؤسسة، بمعنى أن النقد الثقافي ينبغي أن يكون ضد الجمالي، وهذا أمر بالنسبة إلي لا يمكن تقبله، ولكن لم أؤسس له في الكتاب الأول. فضمن هذا السياق يأتي كتابي الجديد الصادر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، النقد الثقافي قراءة في المرجعيات النظرية المؤسسة. ما أقوله عن هذا الكتاب هو أنه يقدم سفرا موسعا في هذه المرجعيات منذ مدرسة فرانكفورت، وخاصة مع تيودور أدورنو وماكس هوركهايمر، وأيضا مع مثقفي نيويورك التي ظهرت في الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة مع سنعود إلى الكتاب فيما بعد. سعد الرزاق، المشكلة الأكبر في النقد الثقافي حاليا أنه غير متناغم مع السائد المرسخ في النقد الأدبي. هل هناك قطيعة بين النقد الأدبي والنقد الثقافي؟ طيب، هذا سؤال مهم ووجيه ويقع في صلب ما أتحدث عنه الآن، وهي الفكرة نفسها التي كنا نريد أن نؤصلها فيها ونفصل فيها. جميل. هل يمكن إلغاء النقد الأدبي عموما؟ الغدامي هو أول من نادى بإعلان موت النقد الأدبي، وقال بأن النقد الثقافي سيكون بديلا منهجيا. على طبيعة الحال الغدامي في مراحل ونقاش بعد صدور كتابه النقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافية العربية، قال بأن فكرة الموت التي قالها لا تعني الإلغاء النهائي للنقد الثقافي، ويكررها أكثر من مرة. وأنا أعتبر بأنه في اللحظة التي صدر فيها كتابه المؤسس، الغدامي معروف بقدرته على بناء خطاب يشبع رغبة الجمهور ويصنع خطابا جماهيريا، ويستطيع بقدرته العالية على المرافعة وعلى التوجه إلى الجمهور العام وعلى تبسيط الخطاب وجعله جماهيريا. هذه القدرة يستثمرها في صناعة نوع إذا شئت من البروباغندا الإعلامية للنقد الثقافي. أعتقد بأن لفظة الموت التي قالها تأتي في هذا السياق، هو في جلب الاهتمام. حينما تقول نعلن عن موت النقد الأدبي أكيد سيكون هناك هجوم من المنتمين إلى هذا النقد الأدبي، هذا أمر نجح فيه الغدامي وكذا، واستطاع أن يبني هذا الخطاب. ولكن عموما الغدامي نفسه عاد إلى مؤسسات النقد الأدبي، لأن المفاهيم الأساس الأولى التي بناها في الجهاز المفهومي للنقد الثقافي كانت هي المجاز والتورية
وهذه مفاهيم تنتمي بقوة إلى حكومة البلاغة كما يسميها هو نفسه، وحولها ثقافيا فقال المجاز الكلي لكي يدل دلالة كلية، والتورية الثقافية التي تربطها بالثقافة ويربطها بالجملة الثقافية. وأيضا حتى حينما صاغ مفهوم النسق الثقافي عاد إلى الخطاط المعروفة لرومان ياكوبسون، وهو أحد المؤسسين الشكلانيين الذين أسسوا للبنيوية الأوروبية فيما بعد. وبالتالي عمليا هو أخذ مفاهيم ومصطلحات مترسخة في النقد الأدبي وفي البلاغة العربية وحولها، وبالتالي هو نفسه لا يستطيع أن يعلن هذا الموت ما دام عموما عاد إلى هذا التاريخ الكبير. صحيح. شكرا سي عبد الرزاق. تطرح في كتابي النقد الثقافي قراءة في المرجعيات النظرية المؤسسة تأسيسا نظريا لمفهوم الرؤية الثقافية مع سفارين موسعين في نظريات مدارس متنوعة، مدرسة فرانكفورت مثلا، مركز برمنغهام للدراسات الثقافية، ثم مثقف نيويورك. ما الغاية من هذا التوسع النظري؟ فعلا إذا هل النقد الثقافي يحتاج إلى توسيع في هذا المجال النظري أم هل هناك قصور؟ أنا أعتقد بأنه نتحدث الآن عن مشروع نقدي خاص. نعم. حينما أقول مشروع نقدي خاص لك الحق أن تنتخب المرجعيات المناسبة التي تراها مؤسسة لمشروعك. جميل. أنا قلت بأنه المفهوم الرئيسي بالنسبة إلي هو مفهوم الرؤية الثقافية. بالفعل في الكتاب الأول لم أؤسس له نظريا وكذا، أو لم أرافع عن الأسس النظرية التي تجعلني أقول بأن الرؤية الثقافية فيها أبعاد ثلاثة وليس بعد واحد هو النسق الثقافي. أنا أقول بأن الرؤية الثقافية لا تلغي الجمالي من حساباتها، هذه أمور قلتها، ولكن تحتاج إلى تأسيس نظري جميل. حقيقي في المرجعيات النظرية المؤسسة. إذا كان الغدامي ذكر في الفصل الأول من كتابه النقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافية العربية ما سماه بذاكرة المصطلح، تحدث عن التاريخانية الجديدة، وتحدث عن الناقد المدني عند إدوارد سعيد، وتحدث عند النقد المؤسساتي، وما سماه أيضا بالرواية التكنولوجيا، ثم مفهوم النقد الثقافي عند فينسنت ليتش، وهو النموذج الإرشادي الذي يوجه اشتغاله خاصة فينسنت ليتش. أنا أقول بأن هناك إمكانيات أخرى ومرجعيات أخرى وآراء أخرى في النقد الثقافي من غير التي ذكرها الغدامي. فقلت بأنه إذا أردنا أن نؤسس لفهم مختلف للنقد الثقافي وللتأسيس لمفهوم الرؤية الثقافية أن أعود إلى مرجعيات مختلفة، وفي هذا الصدد عدت إلى مدرسة فرانكفورت، وخاصة عند تيودور أدورنو وماكس هوركهايمر. هذان في أحد أهم مقالاتهما التنوير بوصفه خداعا للجماهير يتحدثون عن مفهوم مركزي هو مفهوم صناعة الثقافة، ومفهوم آخر يتم إلغاؤه وعدم الاهتمام به هو مفهوم جمال الثقافة. ويقولون بأنه العلم كان يركز عليه باعتباره مدخلا لحل مشكلات الكون ولتفسير العالم، ولكن الذي حدث هو أن العلم حينما ارتبط بالتكنولوجيا وارتبط بطبقة برجوازية مستحكمة في حينها لم يعد يصنع فكرا اختلافيا ولم يعد يطور الناس ويطور المجتمع، ولكن استعمل الإعلام في حينها من أجل صنع نسخ شائهة وواحدة من الناس ومن البشر. واستعمل الإعلام والثقافة ما سمى بالكالتشر اندستري بصناعة الثقافة، أصبحت هدفها وغايتها الأساس هي صناعة رأي واحد موحد بأفكار منمطة وبسلوك منمط، ولكنهم قالوا بأن الحل هو في جمال الثقافة. ويقول بأن النقد الثقافي في أساسه تأسس على هذا النوع. إذن الفن في عمقه يؤسس الجمال ويؤسس الاختلافية. هذا عنصر أول عدت إليه وكان مهما بالنسبة إلي لكي أقول بأنه في المرجعيات النظرية المؤسسة للنقد الثقافي لم يكن هناك إلغاء للجمال. متى كانت مشكلة في علاقة الجمال؟ حينما أصبح جزءا من الصناعة، ولكن الجمال وعموما الفنون بأشكالها حينما تتحرر من الصناعة ومن الغايات الأيديولوجية كانت تصنع فكرا اختلافيا وكذا. هذا الجانب الأول. عند مثقفي نيويورك حينما عدت لهم وجدت رأيا عند ليونيل ترينينغ، وهو أحد منظري هذه الحركات التي ظهرت في منتصف العشرينيات في الولايات المتحدة الأمريكية وفي مدينة نيويورك بالأساس. قال بأنه يدعو إلى نقد ثقافي مكون من ماذا؟
من نظريات الجمال ومن السيميوتيقا ومن علم الاجتماع ومن علم النفس وغيرها. إذن هو لم يلغي الجانب الجمالي. حينما يعني في التحولات التي شهدها النقد الثقافي في سبعينيات القرن المنصرم، وخاصة مع إدوارد سعيد. إدوارد سعيد يقول بأنه كان يحلل الرواية في البداية بوصفها تعبيرا عن خيال خلاق وتأويلي، بمعنى الرواية هي بناء تخيلي بدرجة أولى، ثم تتضمن الرؤى الفكرية ما بعد الكلية. إذن هذه مرجعيات لا تلغي الجمال أبدا من اعتبار النقد الثقافي. فلماذا نتبع مرجعية واحدة قال بها الغدامي وعاد إليها هي عند فينسنت ليش الذي يؤسس النقد الثقافي من خارج هذا الجانب؟ ثانيا، أنا أقول بأنه في النقد الثقافي ليس هناك أنساق ثقافية مضمرة. إدوارد سعيد نفسه حينما عدنا إليه هو يقول بأن هناك شيئا اسمه الرواية المقاومة، بمعنى تلك الرواية التي يكتبها الأصلانيون وتواجه التمثيلات الثقافية الانتقاسية التي يصنعها الغرب تجاه الشرق مثلا. بمعنى هؤلاء يعون بأن الروايات والأعمال الغربية تحاول أن تنمط صورة الشرق مثلا في صور معينة وكذا، وهو يقول بأن هناك جانب من المقاومة. وبالتالي حتى النقد الثقافي ما بعد الكولونيالية وهي إحدى توجهات ما بعد المظلة في النقد الثقافي كان هناك اشتغال على هذا الجانب. إذن بالنسبة إلي العودة إلى المرجعيات ليس هي أن أنظر للنقد الثقافي وأقول بأنه حدث كذا وإلى غير ذلك. غايتي واضحة وقارئ الكتاب سيدرك ذلك، بأنه في آخر الكتاب سيرى بأن الهدف والغاية هي التأسيس النظري لمفهوم الرؤية الثقافية ولتأسيس فهم جديد للنقد الثقافي في غير الفهم الذي قدمه الغدامي الذي يشكر على مجهوده. وينبغي أن نعود إلى المجهود ونسترفد منه ونفيد منه، ولكن علينا أن أيضا أن نقرأه قراءة نقدية اختلافية. والنقد عموما الثقافي يسمح بالغيرية وبالاختلاف وبنوع من التجاوب والحوارية. مولاي عبد الرزاق، السؤال المطروح بشدة الآن ونحن نناقش النقد الثقافي وأصبح في الحقيقة هو النقاش السائد داخل فضاء الجامعة العربية بشكل عام. السؤال المطروح بشدة: ما حاجتنا إلى النقد الثقافي؟ وما الذي يمكن أن يفيد في حياتنا اليومية؟ بمعنى هل ما يقدمه النقد الثقافي من أدوات يمكن أن يغير نظرتنا إلى الحياة وإلى خطاباتها؟ أعتقد بأن هذا هو السؤال الجوهري في النقد الثقافي. ما الحاجة إليه الآن؟ لماذا سنحتاجه في حياتنا؟ ولماذا عليه أن يكون جزءا من المنهاج التعليمي بالنسبة إليه، ويكون أيضا عنصرا فاعلا ضمن بطاقات التوسيط في الجامعة المغربية وفي الجامعة العربية بشكل عام؟ الآن الفهم الذي أحاول أن أبنيه للنقد الثقافي هو أنه استراتيجية نقدية متعددة المنظورات، ولكن هذه المنظورات أنا بالنسبة إلي ينبغي لا تكون على إطلاقها، ينبغي أن تكون محددة ومرتبطة بالخطاب النقدي. مثلا المجاز الكلي والتورية الثقافية هذه مفاهيم أليق بالشعر، ولكن إذا أردنا أن نحلل السرد نوظف مفاهيم أخرى مختلفة مثل الإثنانية ولا التناظر التي نأخذها من ليوري لوتسمان. إذن هذه المنظورات محددة، ولكن هذه الاستراتيجية النقدية المتعددة المنظورات ينبغي أن تمكن ممتلك أدواتها أولا من الوعي بالخطابات التي تحيطنا بنا في حياتنا اليومية. ونلاحظ الآن بأنه الطفل الصغير منذ 3 سنوات إلى الشيخ الكبير في 90 سنة يستهلك وسائط التواصل الاجتماعي ووسائط الثقافة. صحيح. وهذه الوسائط فيها بعض الأخبار التي تقدم بحياد، ولكن فيها بعض الأخبار التي هي في الأصل شائعات أو أهدافها غير معلنة أو لها غايات معينة، وهو غير قادر على التمييز بين الاستهلاك الجمالي لهذا الخطاب وبين الاستهلاك النقدي الواعي الذي يحاول أن يحتاط من هذه الخطابات عموما. لاحظ الآن بأنه تلاحظ معي سي شكيب بأن هناك تحولات قيمية كبيرة ومتسارعة يشهدها المجتمع المغربي في السنوات الأخيرة، ولكن هذا المستهلك الثقافي الآن، هذا المواطن المغربي، هل نعلمه عبر الإعلام أو في المدرسة أو في أي فضاء نعلمه كيف يحلل هذه الخطابات ويفككها؟
في بعض الدول هناك ما يسمى بالميديا وايز، الميديا الحكيمة، إذا أردنا أن نقدم ترجمة تقريبية لها. هذه الميديا الحكيمة تمهر المتعلمين في المدارس على تحليل الإشهار وتحليل الإعلان وتحليل الخطابات ومعرفة نوع الخطابات التي تنشر العنصرية، تنشر أفكار ناسخة، تنشر التنمر، التي تريد أن تصنع منه مجرد مستهلك غير واعي إلى غير ذلك. ولكن في مدرستنا الآن وفي القراءة المنهجية للنصوص بالخصوص ليس هناك ما يعلم المتعلم. مثلا في اللغة العربية نعلمه كيف يحلل القصيدة ويحلل النص جماليا وكذا، ولكن أبدا لا نعطيه الأدوات لكي نحلل القيم الموجودة في النصوص. وهناك بعض النصوص المبرمجة في مدارسنا التي تخالف مبادئ المنهاج نفسه. المنهاج التعليمي يقول لك بأنه مؤسس على مدخل القيم، ومدخل القيم في عناصر محددة: دين وسطي يحترم الديانات الأخرى، بمذهب مالكي، بعقيدة أشعرية ومنفتح على مذاهب أخرى. مثلا القيم الإنسانية هي قيم لثقافة واحدة متعددة الروافد، أمازيغية، عربية، صحراوية، ومع ذلك يشيع في خطابنا اليومي بعض الخطاب الذي يحقر جزءا من الثقافة وغيرها. الآن أعتقد بأن جعل النقد الثقافي إبدالا وإدماجه في المدرسة لكي يكون عنصرا صانعا لفكر واع وفكر ناقد سيمكننا من بناء هذه المداخل التي نرنو إليها ونحاول أن نبنيها لمواطن الغد. النقد الثقافي أعتقد بأنه يمكن المتعلم من أن يصير قادرا على بناء خطاب مواجه ومفكك لأي أخبار، وخاصة الآن مع تسونامي الأخبار في وسائل التواصل الاجتماعي التي تتذتر فيها الكثير من الشائعات والعيوب. شكرا سي عبد الرزاق. ماذا نقول ككلمة في إدوار سعيد كواحد من المؤسسين ومن المشتغلين الكبار في العالم على النقد الثقافي؟ إدوارد سعيد ليس فقط ناقدا أسهم في ذلك التحول الكبير الذي شهدته دراسة ما بعد الكولونيالية، الدراسة الثقافية والنقد الثقافي عموما في السبعينيات من القرن المنصرم، ولكنه ناقد استطاع أن يواجه الخطاب الغربي الذي يصنع تمثيلات انتقاسية من داخل هذا النسق. العادي بأنه كاتب وناقد تم تبنيه في الغرب قد يسير متوائما مع نظرته وكذا، ولكن وحينما كتب كتابه المؤسس الاستشراق في أواخر السبعينيات كان يفكك المنظومة الغربية من داخلها. جميل. وهذا أمر يحسب له. ثانيا هو حتى في هذا الكتاب أنا أعود إليه مرة أخرى لأبرز تلك التحولات التي شهدها النقد الثقافي، وخاصة بعد تأثره بميشيل فوكو وأخذ تلك المفاهيم الجوهرية التي نوظفها الآن في النقد الثقافي، وخاصة مفهوم السلطة ومفهوم المعرفة. إذن إدوارد سعيد علامتنا الثقافية التي نعتز بها والموجهة لاشتغال كثير من النقاد الثقافيين. عبد الله الغدامي. عبد الله الغدامي ذلك الرجل الذي فتح الباب أولا للنقد الثقافي في المدونة النقدية العربية. هو ذلك المرافع الشرس والفرد المؤسسة إذا شئنا الذي غير أقانيم نقدية راسخة. وأيضا وهذا واجهته مؤخرا واحترمت فيه بشدة الغدامي، ذلك الشخص الذي يمكن أن تختلف معه وتحاول أن تبني خطابا مغايرا عن الخط الذي رسمه هو، ويتقبل هذا الاختلاف بصدر رحب وبمحبة، وهو حاضر بقوة في وسائط الثقافة، ويمثل ذلك المثقف العضوي الذي يغير، وحاضر بشدة في تويتر ويناقش قضايا ثقافية ويكتب حتى وهو في سن متقدم، فنتمنى له الصحة والعافية ودوام الإنتاج. يحيى بن الوليد. يحيى بن الوليد وأضيف سدريس الخضراوي ومحمد بوعزة، هؤلاء الآن
يشتغلون على تأسيس مغربي للنقد الثقافي. النقد المغربي الحمد لله بخير، يفوز بجوائز، ولو أن الجائزة ليست هي المعيار الوحيد صح. للدلالة على قوة النقد المغربي، ولكن السي يحيى والسي إدريس الخضراوي والسي محمد بوعزة هؤلاء الآن يقدمون تصورا جديدا للنقد الثقافي، تنظيرا وإجراء، ويؤسسون للتغيير في جامعاتهم، فلهم التحية والمحبة. إذا كنت غادي نسولك على إدريس الخضراوي الآن، رأيك وموقفك واضح. شكرا سي عبد الرزاق دكتورنا ناقد الرصين، شكرا جزيلا على استجابتك لهذه الدعوة. كنا سعداء معك. إلى لقاء في فرصة أكثر أيضا حضورا. شكرا للمتتبعي البرنامج وإلى اللقاء.